السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله بقى وصفتنا وصفة بقى شتوية واكلة كده شتوية، القلقاس بالخضرة وجنبيه شوية رز ولحمة بقى وفراخ زي ما يبقى موجود عندكم، وشوية زيتون زي اللي خللناهم معاكم، وان شاء الله يعني اكلة تحفة. ومفيش احسن من القلقاس ابو خضرة بقى، ما شاء الله ريحته تبقى جايبة اخر الدنيا، ولا الطريقة بتاعته تجنن. الطريقة بتاعته دي بالمناسبة بتبقى زي طريقة اجدادنا بقى بتاع زمان، يعني على الاصل دور زي ما بنقول. ما شاء الله طريقة جميلة جدا، ومفيش احسن من اكلات اجدادنا بقى بتاع زمان. طريقة جميلة وريحة تجنن وطعم قلقاس تحفة جدا، وحاجة كده كده زي ايه اللي بتدفي كده علينا كده في الشتاء. ولا الخضرة بتاعتها طعمها جميل جدا وريحتها ما شاء الله، الله اكبر اللهم بارك. بجد طريقة جميلة جدا ومميزة. ما تقوليش بقى القلقاس بقى بايه يعني بالطرق الجديدة دي، لا انسوا اي طريقة جديدة وتعالوا بقى نشوف طريقة اجدادنا هنعمل فيها ايه. اول حاجة معانا كده حلة على النار ونزلت فيها بدهنة ضاني. طبعا عندكم حرية الاختيار، تعملوا بسمنة تعملوا بدهنة اللي يعجبكم. نزلت عليها بشوية توم مهروس بالهوم بقى زي اجدادنا ما كانوا بيعملوا، وبنقلي كده شوية توم صغننين. انا بالمناسبة انا عاملة توم كتير، بعد ما خد لون كده ذهبي قسمت شوية توم صغننين ومبقية بقية التوم. بعد ما خد لون كده اصفر نزلت عليه بشوربة اللحمة اللي انا كنت سلقاها على قد المقدار اللي عندي من القلقاس. وبعدين بقى على ما بدأ ايه يغلي غلوتين كده، نزلت بقى بالقلقاس بتاعي مغسول كويس جدا وعملته مكعبات ونزلت عليه في قلب الشوربه. طبعا عايزه اقول لكم اوصيكم لما تاجوا تشتروا قلقاس اشتروا القلقاسيه المدوره اللي هي مش مطوله. المدوره دي اللي هي بتكون الانتايه مش الدكر. الدكر بيكون مطول كده مش حلو، لكن اللي هي المدوره كده الدوره بتكون ما بتاخدش سوا وبتكون بتستوي بسرعه، وكمان طعمها بيبقى حلو. نزلت كده في طاسه بشويه دهنه وعندي الخضره بتاعتي اللي هي الكزبره. طبعا تقدري تحطي كزبره او سلق، انا استخدمت النهارده كزبره بس. وطبعا هضيف بقيه التومه اللي انا كنت مبقياها شايلاها في الاول. ضفت شويه كده للشوربه يدولها طعم جميل. طبعا انا كنت محيقه الشوربه بتاع اللحمه ملح وفلفل اسود، فما ضفتش تاني ملح للقلقاس. تمام. ابتديت بقى اقلب التومه مع الكزبره لحد ما بقت ايه دبلت معايا زي ما انتم ما شايفين. الطريقه دي زي ما قلت لكم زي طريقه اجدادنا. ما بنعملش بقى في الخلاط زي دلوقتي بيعملوا في الخلاط ويبتدوا يصفوا الميه منه، واللي بقى في المصفى هم ده هو ده اللي بيحمروه. الطريقه دي زي بتاع زمان. بصيت كده على القلقاس هو كان خلاص دخل بقى على سوا، وهنا عندي بقلي طبعا ايه في التومه بالايه كزبره الخضراء ما شاء الله عليها. طبعا عايزه اقول لكم في الاثناء دي الريحه كانت جايبه اخر الدنيا. عايزه اقول لكم طبعا انتوا عارفين لما يكون في تومه وكزبره مع بعض وبيتقلوا بيبقى فعلا ريحتها جميله جدا. طبعا انا هفضل اقلب كده كتير لحد ما ايه ما الكزبره تنشف خالص من الميه بتاعتها وهتدي لون اغمق شويه زي ما انتوا شايفين. بدات التومه تاخد لون اهوت، بس الكزبره ما كانتش لسه شويه، يعني انا استنيت عليها لحد ما بدات تعمل لون معايا كده وتشخلل كده بالمعلقه واحنا بنعمل. بتحسي بالتخرخشه كده، خلاص كانت خرخشت معايا ونشفت زي ما انتوا شايفين، واتشربت كل الايه الدهنه او السمنه اللي انتوا بتحطوها. كانت خلاص التومه خدت لون وخلاص هي نشفت. وانا كده بدق بقى زي زمان الكزبره بالتومه زي ما انتوا شايفين كده في نفس الطاسه بايد الهون. ممكن تدقيها كده زي ما انا ما عملت، وممكن تعمليها بالمطحنه بتاع الخلاط اللي انت عايزاه اعمليه. بس هي كده انا بعملها زي طريقه حماتي الله يرحمها، كانت بتعمل بالطريقه دي وعلمتنا الطريقه دي. وبعد ما خلاص دقيت الكزبره بالتومه كده بالطريقه دي ونعمتها، نزلت عليها بالقلقاس بتاعنا بعد ما برضو ايه وانا بغليه كده بعد ما كان استوى خلاص، عشان يغلي مع بعض بقى ويندمجوا مع بعض الخضره بالقلقاس. ما شاء الله طريقه جميله جدا. وكنت جنبيها كمان كنت عامله رز ابيض خالص، يعني ما فيهوش اي افتكاسات. ما حبيتش اصوره عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم،
عليكم لان هو بسيط جدا، مش محتاج حاجه، يعني رز معمول بالسمنه البلدي. كان فعلا حلو. انا كنت بذوق بقى الخضره وبذوق الحقيق بتاعه والريحه والطعم ما شاء الله، وابتديت بقى ايه، غرفت كده القلقاس بالشكل ده. ما شاء الله كان جميل جدا وريحته حلوه وطبعا مستوي وباين عليه. عايزه اقول لكم القلقاس اليومين دول ما بياخدش سوا خالص، وبجد بيبقى حلو قوي جنب شويه رز ما شاء الله عليهم. بيبقى فعلا اكله حلوه بتدفي في الشتاء كده. كلنا بنبقى عايزين حاجات كده تدفينا، يعني مفيش احسن من الاكل البيتي بقى السخن ده. ما شاء الله الله اكبر عليه، فعلا حلو قوي. يا ريت ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك حبايبي، وفعلوا تنبيهات الجرس، وكومنت حلو بقى من عندكم. يا رب يعجبكم كل وصفاتي اللي انا بنزلها، وبقى اتفرجوا على الوصفات اللي انا بنزلها اول باول، وبقى خدوا جولة كده في الفيديوهات اللي انا بنزلها. وبألف هنا يا امارات، يا رب يكون الفيديو عجبكم. بجد الوصفة سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص، وكلها سهلة كده يعني. وممكن تفرزي القلقاس بقى، احنا دلوقتي في موسم الشتاء، في قلقاس كتير تقدري تخزنيه وتفرزيه. القلقاس لما بيتفرز ما بنغسلهوش يا جماعة. ماشي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة يا حبايبي.